هلا حبايب، وصفتنا اليوم هي بامية عراقية، مرقة البامية والتمن. هنا أنا عندي بامية مجمدة مفرزة. أول شي سلقت لحم غنم قطع. سلقته بحيل ورقار. بعد ما استوى ضفت البامية والثوم، حمستهم سوية. بعدها أني أستعمل هذا عصير طماطم كلش طيب ويا كرفس. أضيفه للمرقة، أضيفه للدولمة، كل شي كلش طيب طعمه. هنا أنا ضفت كمية اللي هي مناسبة لعدد أفراد أسرتنا. بعدها أخلطهم شوية وأخليه يتسبك ويا البامية واللحم. طعم طبعا كلش طيب هذه عصير الطماطم. هنا أنا خلصتها. بعد ما أخلص أضيف بس الملح واللومي بصرة مطحون. هنا التمن أنا حمست الشعرية أول شي، بعدين حمست التمن وياه. دا أقلبه، وراها أضيف ماي كمية اللي تخليه تطلع الحبة مالته كلش حلوة وشكلها وطعم طيب. أضيف ماي، بعدين أضيف ملح وأخليه يتهدر إلى أن ينشف الماي مالته. هنا دا أقلبه وأضيف الملح وأخليه. شوفوا ضفت هنا أنا النومي بصرة مطحون. أنا كلش طيب يعني ينطي طعم للمرقة اللي أسويها. أكو بيهم ما يخلون نومي بصرة ويا البامية. أني أحب طعم الحموضة تصير يعني شوية أقوى. هنا تمن أني خلصت الطبخ مالته نشف، وألف عافية.